بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض كيكة المانجا الشقية من غير فرن، من غير بوتاجاز، من غير أي حاجة ولا تعب كمان. في 10 دقايق هتكوني محضراها. ايه رأيك في الجمال ده؟ بس ما اقولكيش على طعمها تحفة. عايزة تعرفي انا عملتها ازاي؟ انا هقولك اهو عملتها ازاي، بس قبل ما اقولك لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي دوسي على زر الاشتراك وفعلي زر الجرس واعملي لي اللايك واعملي لي كومنت يفرحني، وتعالى علشان اقولك اتعملت ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. انا علشان عاملة كمية جايبة علبتين بسكويت كبار، اي نوع بسكويت. انا هسيبلك المقادير برضو في صندوق الوصف، هسيبلك نص المقدار علشان انا عاملة كمية عشان كانوا ولادي واحفادي عندي. اي نوع بسكويت انت حباه، بس يكون بسكويت سادة، ما يكونش محشي. وهنكسره بالطريقة دي، مش هنفرمه، هنكسره بالطريقة دي قطع كبيرة كده بالظبط كده. هكسره كله وارجع لك. انا كده كسرته كله وقسمته كده في البولات، وعملت كمان صينية. انا عملت صينية وعملت كمان 6 بولات كده. الكمية دي عملت لي دي، وخدت منه علبة ونص بس، ما خدتش العلبتين كاملين. انا معايا مانجتين كبار مقطعاهم قطع كده. يفضل مانجا يا اما نعوم يا اما زبديه عشان ما تبقاش مشعره. والكميه بقى اللي انت حباها حطيها. هنحط كده قطع المانجا فوق البسكويت في البولات او في الصينيه. انت بقى عايز تعملي صينيه، عايز تعملي بولات، دي براحتك برضو، مش فارقه. كده انا حطيت كده المانجا اهي في البولات، وعملت كمان في الصينيه هوريها لكم بالطريقه دي كده. طبعا الكمية اللي انت حباها حطيها، حابة تقللي الكمية حابة تكتري الكمية براحتك. تمام. ده كوباية كريم شانتيه خام. عايزة تجيبي بواكي هاتي بواكي، بس الأفضل كريم شانتيه خام، لأن أنا عندي المانجا مسكرة والبسكويت مسكر، فأنا هحط كريم شانتيه خام وهحط 5 معالق سكر بس. لكن البواكي فيها سكر بزيادة شوية، فحطيت كوباية كريم شانتيه خام مع 5 معالق سكر وكوبايتين لبن متلج، مش من التلاجة، لا، حطيته في الفريزر شوية عمل قشرة تلج. لبن يعني كان بدأ يتلج. كوبايتين كبار مليانين، نفس معيار الكوباية اللي عايرت بيها الكريم شانتيه أحط بيها اللبن، كوبايتين مليانين. وهضرب بقى، عندك هاند بلندر، عندك خلاط، عندك كبة، المتاح عندك اتعاملي بيه. انا بضربه كده في الكب. وهحط كمان دلوقتي معلقتين كبار مليانين قشطة. دي كده قشطة وش اللبن اهي، معلقتين كبار مليانين، دي قشطة وش اللبن. حابة تجيبي قشطة علب، هاتي علبة اللي هي بتاعت الشركات وحطيها كلها. بس انا بحوش القشطة وبستعملها في الوصفات زي كده، بعمل بيها سمنة بتطلع لي احلى سمنة بلدي. فهتحطي كده معلقتين كبار مليانين قشطة. وهنضرب تاني. انت لسه ما دوستيش الاشتراك ولسه ما عملتيش اللايك، انا هزعل، مش هديكي بولة، مش هديكي طبق من الكيكة دي. هنضربها تاني كده وهوريكي القوام بقى عامل ازاي. خليكي معايا لاخر الفيديو، هتشوفي احلى كيكة مانجا. يعني هوريكي دلوقتي القوام اهو. بصي ده كده بالنسبة لي تقيل، انا مش عايزة كريم شانتيه تقيل، انا مش هزين بيه، لا، انا هعرفك هعمل بيه ايه. فانا هخفه بنص كوباية لبن تاني، برضو لبن متلج، هخفه بس شوية بنص كوباية لبن. وهوريكي دلوقتي القوام بقى معايا عامل ازاي، القوام اللي انا عايزاه واللي عايزة اوصله.
هو ده كده، يعني يعتبر كريم شانتيه سايح شوية. ده جيلي مانجا، انا علشان عاملة الكمية فهاخد باكوين جيلي مانجا. انت هكتب لك زي ما قلت لك في صندوق الوصف نص المقدار، هكتب لك المقادير بنص المقدار، حابة تضاعفي الكمية ضاعفيها. ادي باكوين جيلي مانجا، وهحط عليهم كوبايتين مية مغلية من الكاتل، اهي كوبايتين مية مغلية. وهدوب الجيلي بتاعي ده حلو قوي كده بالويسك. كده داب معايا الجيلي كويس اهو، هنزل عليه بخليط الكريم شانتيه اللي انا عملته، افضيه كله بالظبط كده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كده انا خلصت كله كده. هبدأ بقى ان انا اصب في البولات بتاعتي. حاملة كده البولة بتاعتي بالخليط اللي انا عملته ده بالطريقة دي كده، والصينية كمان صبيت عليها. هوريها لك اهي، بوسع الطريق كده عشان اوريها لك اهي، شايفة الجمال؟ وعلى التلاجة على طول، الخليط مش سخن معايا فيخش التلاجة على طول. وادي كده بعد ما طلع من التلاجة. ايه رأيك بقى؟ يستاهل اللايك؟ يستاهل كومنت حلو يفرحني؟ يستاهل هتعملي لي اشتراك وتفعلي زر الجرس وجربيها واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد من ايدك هتبقى احلى. بصي الطبقات تحت عامله ازاي، بصي الجمال عامل ازاي. يلا افتحي بقك، خدي معلقه، احط لك معلقه في بقك، يلا جربوها يا حبايبي وقولوا لي طلعت ازاي، واكيد يا حبايبي من ايديكم هتبقى احلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.